سلام الإخوان ومرحبا بكم مرة أخرى في تصريح ناري من مدرب الكبير أنشيلوتي من بعد القرعة والمواجهة الكبيرة بينه وبين المنتخب المغربي. التفاصيل زوينة وشيقة، تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير وما تنسوش واحد جيم وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. سمعوا شنو قال أنشيلوتي على المنتخب المغربي. المغرب عنده فرقه قويه وفرقه مركزه. انشيلوتي كيحضر من المنتخب المغربي من بعد القرعه ديال كاس العالم 2026. قرعه كاس العالم 2026 ما داش بلا ما تثير انتباه عند المدربين الكبار وعلى راسهم كارلو انشيلوتي اللي قرصو غادي يواجه المنتخب المغربي مباشره من بعد ما جات القرعه في مجموعه ناريه فيها البرازيل والمغرب واسكتلندا وهايتي. هذه المجموعة توصفت عالميا بأنها من أكثر المجموعات توازنا وإثارة في المونديال الجديد. فالتصريحات ديالو لقناة سبورتيفي، أنشيلوتي ما خباش القلق ديالو من أسود الأطلس، المنتخب اللي قلب الموازين في العالم في مونديال قطر 2022 ووصل للنصف النهائي وخلى المنتخبات الكبيره تعاود تحسب حسابها. وقال انشيلوتي بكل حذر المجموعه صعيبه بزاف، المغرب دار اداء كبير في كاس العالم ديال قطر وعنده فرقه قويه بزاف والمواجهه تكون معقده، ولكن حنا مستعدين غادي نلعبوا اغلب المباريات في الليل، الطقس ما غاديش يكون فيه مشكل كبير. تصريحات انشيلوتي زادت الحماس وخلت الناس ينتظروا المباريات بشغف، خصوصا مع المشاركه العربيه القياسيه في نسخه 2026 اللي غادي تكون لاول مره فيها 48 منتخب، 5 منهم من المنطقه العربيه: مصر، المغرب، تونس والجزائر والاردن وقطر. اما المنتخب المغربي غادي يدخل المونديال بثقه كبيره من بعد الانجاز ديالو في قطر، ولكن غادي يلقى راسو في مجموعه خاصها تركيز كبير. مواجهه البرازيل ديما فيها تفاصيل وحسابات كثيره، ومنتخب اسكتلندا وهايتي خاصهم حتى هما ما يستهنش بهم. ومع ذلك الجمهور المغربي باقي يتيق في الاسود وقدرتهم باش يعاودوا يكتبوا التاريخ بفضل الطموح ديال اللاعبين والخبره ديال المجموعه اللي ولفت تخلق المفاجات ودير الفارق في الاوقات الصعيبه.